بسم الله. موضوع حلقتنا النهاردة هيتكلم عن التربية النفسية للإنسان الكويس. أوكي، احنا شفنا ظواهر كتير في المجتمع للأسف. واحد مثلا سمع فيلم رعب فراح طبقه على صاحبه ده. طبيا العقل لما بيشوف حاجة والحاجة دي بتتكرر قدامه قوي فبيتطبع بيها، فبيحب إن هو يطبقها على الواقع. ليه منه بيطبقها على الواقع؟ لأنه كل ما زادت تكرار هذه الحاجة قدامه فبيحب إن هو يطبقها في الواقع، لأنه كررها قوي فشافها حاجة طبيعية. عادي، عادي إن أنا أقتل ده، عادي إن أنا ألبس لبس مش كويس، عادي إن أنا أبين نص شعري، عادي إن أنا أصاحب الناس كلها مصاحبة. فكل ما نبص على الحاجات دي قوي على السوشيال ميديا في الواقع عقلنا بيتطبع بيها فبيشوفها حاجة طبيعية. أنا قلت قبل كده لما احنا نفضل نشوف الطبيعي الحاجة الغير طبيعية نشوفها عادي، هنبررها، هنكررها، هنشوفها بعد كده حاجة طبيعية فهتكون طبيعي ان انا صاحب. انت ازاي مش مصاحب؟ فبعد كده هنعمل ايه؟ انت ازاي مش مصاحب؟ هنبرر المنكر او هنشوف المنكر حاجة طبيعية، مع ان مش طبيعي ان انا اصاحب، مش طبيعي ان انا اقتل انسان. من احياها فكأنما احيا الناس جميعا. مش طبيعي ان انا اقلع شجرة في الشارع، لكن لما عقلي يتطبع بهذه الامور هيشوفها عادي فهيبررها فهيكررها فهتبقى طبيعية بالنسبة له. التربية النفسية بقى للشخص السوي. اوكي، الانسان اللي شوفه احنا مسلمين اهو، تمام؟ المفروض المسلم يكون ايه؟ احنا مسلمين عادي، والله انا طلعت لقيت اهلي مسلمين بيصلوا بيصوموا، طب الحمد لله. عارف المسلم ده ممكن في يوم تلاقيه مثلا تعارك مع زميل ولا حاجة، عمل فيه حاجة وحشة، قتله أو حاجة، مع إنه مسلم. أوكي، مسلم عادي، ازاي يعمل كده؟ بس التربية النفسية بتفرق للإنسان قوي. تعالوا بقى نقرأ آية. أما ربنا سبحانه وتعالى كان عاوز يربي سيدنا موسى نفسيا، عشان يعرفوا سيدنا موسى هيقبل على ايه وازاي يواجه فرعون لما يكون نبي. اوكي، وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جانا ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت. تمام، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. اوكي، ربنا بيعلمه انه ما يخافش، يكون ثابت، لانه رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اوكي، طبعا في ايات كتير، خلينا نكتفي بالايه دي. ربنا سبحانه وتعالى لما بعث الانبياء وهكذا ربهم نفسيا قوي قبل ما يمشوا في رحله تبليغ الرساله. تمام، سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى بعت له صور في القرآن كتير. تمام، الصور ديت تقويه نفسيا عشان سيدنا محمد يعرف هو مقبل على ايه. لما انزل اقصد تمام، لما انزل سورة سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى عشان يقول لسيدنا محمد ايه واقع يوسف واخواته ظلموه ازاي وقد ايه وكذا، عشان سيدنا محمد يكون مستعد ويكون عارف إن الأنبياء بيحصل معاهم كده، فيكون مستعد نفسيا ومهيأ إن ممكن المشركين دول يعملوا كذا وكذا وكذا. وقد كان اتهموه بالسحر والكذب ورموه صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأشياء كثيرة. التربية النفسية تفرق جدا في الاستعداد للمهمة اللي الشخص داخل عليها. تمام، التربية النفسية للحياة. الحياة فيها ابتلاءات، فلما نعرف يعني ايه ابتلاءات والحكمة من الابتلاء وازاي اواجه الابتلاء، ده هيخفف عني الابتلاء لما يجي. مش مرة واحدة الابتلاء هيقع على راسي كده، لأ، قبل ما يقع الابتلاء أنا هو عارف الابتلاء هيقع ازاي وأنا مستعد له نفسيا ازاي وإيه اللي المفروض أعمله لما الابتلاء ده هو يقع. أصبر أو أشكر أو أعمل كذا أو كذا في حياتي كلها. فبالتالي لما أنا استعد نفسيا أكون مستعد للحياة،
للحياة، خلّينا ناخد الحياة تمام، مستعد، عارف إن في ابتلاءات، عارف إن في فقر، عارف إن في غنى، عارف إن في مثلًا يومين هيعدّوا عليَّ في ضنك، عارف إن في حد ممكن قريب منّي يموت، عارف إن بنتي ممكن يحصل لها حاجة، عارف إن أنا ممكن ييجي لي تعب أو حاجة، فاكون ساعتها متطمن. ليه؟ لإن أنا اتربيت إن دي حياة فانية، عارف إنها هتعدّي، ابتلاء، ربنا يعني الدنيا في كبد، الإنسان في كبد. فأنا متربي وعارف إن الإنسان في كبد، مش مجرد باقرأ في القرآن وخلاص، لأ، عارف بجد إن ربنا سبحانه وتعالى هيجازيني على الابتلاء ده وعلى صبري وعلى شكري وعلى قوة تحملي فيه، والمفروض أعمل إيه في الابتلاء وأستعد إزاي، وهكذا. دي التربية للحياة. تربية الإنسان المسلم إمم، بتكمن في حاجات كتير أوي، إن أنا ما ينفعش لو أنا عارف نفسي، الإنسان لازم يعرف نفسه ويتعلم عن نفسه. لو أنا عارف نفسي ضعيفة وبتتأثّر بأشياء تافهة، زي مرّة واحدة الشيخ اتكلّم عنها أوكي، قال إنها كانت بتسمع فيلم عن الشذوذ وكذا، فالشيخ قال إيه، إنها تعاطفت معاهم شافتهم عادي. طَب أنا عارف نفسي إن أنا ضعيف مش هاتحمّل الحاجات دي، ليه أسمح لنفسي إن أنا أشوف الحاجات دي، ليه؟ فمش قُلت لكم العقل بيتطبّع، فبيبرّر، فبيكرّر، فبعد كده بيشوف الغير طبيعي طبيعي. فكما حدث في الواقع، الشخص اللي قتل صاحبه والحاجات دي كلّها، المصايب البلاوي اللي بتحصل في المجتمع، عمّة مش عارفة عمل إيه مع بنت أخوه والدور إيه، ومش عارفة مين انتحرت ومش عارفة مين كذا، بسبب المسلسلات اللي أنتم بتسمعوها، بسبب أفلام الرعب والحاجات اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي يا جماعة. يا جماعة أنتم اللي بتوقّعوا نفسكم في المشاكل بإيديكم، سبحان الله. ربنا بيحذّرك في القرآن، لو الإنسان عارف إن الباب ده هيوديه جهنم، ليه يدخله؟ مش بالذمة، مش فيك مُخ، يعني ربنا سبحان الله في حكمة بتقول: "أكرمك الله بالعقل فلا تهن نفسك بأفعالك." سبحان الله إحنا بنهين نفسنا أوي بأفعالنا، المفروض الإنسان قبل ما يدخل أي حاجة يعرف الحاجة دي هتوديني فين، آخرتها إيه، هتقربني من ربنا والّا لأ، هتبعدني عن ربنا والّا لأ، أعمل حساب لكل ده، والنتيجة أكون عارفها، توديني الجنة والله أقبل عليها، توديني النار أبعد عنها وابعدها عني وابعد عن أي حد بيقربني ليه، لإن العقل لمّا بيتطبع بحاجة هيبررها وهيكررها وهيشوفها عادي وهيشوف الغير طبيعي طبيعي. فلازم الواحد يربي نفسه. نربي نفسنا إزاي بقى السؤال الأهم، هتشوف أنت مقبل على إيه، تمام؟ نضرب مثال على الزواج، لو أنا عاوزة أتجوّز، تمام، أربّي نَفْسي علميًا، لو أنا باتعصّب والعصبية دي ممكن تكون سبب بعد كده في خربان بيتي، أأدّب نَفْسي إن أنا ما أتعصّبش. تأدّب نَفْسك إزاي؟ اسمع دورة على اليوتيوب يا عم، اسمع دورة إزاي تهذّب نَفْسك وتتحكّم في ذاتك لمّا تغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أوكي؟ لو أنا مثلًا عندي طبع وِحِش والطبع الوِحِش ده هي مثلًا هيبوّظ علاقتي بزوجتي بعد كده، لأ أربّي نَفْسي وأحسّن من أخلاقي، لو أنا ما باعرفش أقول كلام حلو، لأ أربّي نَفْسي إن أنا أقول كلام حلو، أعرف أنا مُقبل على إيه، وإيه الحاجات الأهداف اللي المفروض أتّخذها عشان الحاجة اللي أنا مُقبل عليها دي تتم على خير، وبس، وبس. أتهيأ نَفْسي بقى نفسيًا، نفسيّة أهم حاجة أوي، أوي. يعني مثلًا أنا زمان كان والدي ياخدني كده المدرسة اللي أنا بإذن الله هادخلها في الابتدائي أوكي، وكانت دقّاني يعني دخلتها، فكان ياخدني وإحنا ماشيين كده من على الطريق يقول لي: "المدرسة ديّة هي اللي أنتِ هتدخليها إن شاء الله لمّا تكوني في سنة أولى وكذا." فالواحد إيه، يا الله كل ما أعدّي من قدّام المدرسة دي أنا هادخلِك في يومًا ما. التهيئة النفسية للطفل دي حاجة عظيمة جدًا، فلمّا دخلت المدرسة حاسة إن أنا ألفتها، عادي بقى لا بكيت زي الشباب زي معذرةً زي الأطفال اللي حواليّا وعادي، أنا في مرحلة هاتعلم وخلاص، أنا شُفتها بقى إيه، ربّاني نفسيًا ودي حاجة عظيمة جدًا لو هتتبعوها مع أطفالكم. قبل مثلًا ما تُقبلوا على حاجة تهيأوا نفسيًا، هتحفّظيه القرآن مثلًا وهتبدئي معاه حفظ قرآن، كل يوم تحكي له حاجة عن القرآن، يعني قد إيه القرآن عظيم، القرآن يعني بيرفع صاحبه في الدنيا وبيرفع صاحبه في الآخرة، صاحب القرآن الشخص اللي بيحفظ قرآن بيلبّس أهله تاج الوقار في يوم القيامة وهكذا.
والله لمّا تتّبعوا الخطوة دي مع أطفالكم هتلاقيه ماما أنا عاوز أحفظ القرآن بسرعة، لأ النفسية بقى عنده بقت قوية وصلبة كده وبقت ممتلئة بمعاني عظيمة للمهمة اللي أنتم داخلين عليها، أوكي؟ فأول حاجة التهيئة والاستعداد ومعرفة أنت داخل على إيه، الإنسان قبل ما يدخل حرب بيعمل إيه؟ يعد الجنود والعتاد والحاجات دي كلها وعارف هو داخل على إيه والمفروض يعمل إيه في المهمة دي وإيه المطلوب منه وإيه هدف المهمة دي أصلًا في حياته، فأنت قبل ما تدخل في أي مهمة أو داخل معركة الحياة أهي، تعرف إن في ابتلاءات هتواجهك، تعرف إزاي تتعامل مع هذه الابتلاءات، تهيأ نفسك للابتلاء دي، تهيأ نفسك للابتلاء إزاي؟ بالمعرفة، بالدين، بتقوى الله سبحانه وتعالى، تقوي نفسك، تقوي التقوى عندك، ترفع إيمانك بالدين وبالقرآن، القرآن مش مجرد كلام بنقرأه وخلاص، بل ده معاني عظيمة لازم نسقطها على الواقع بتاعنا في مواجهة أي مهمة بإذن الله، والقرآن سبحان الله يعني فيه حل لكل المهام والأهداف اللي أنت بإذن الله هتخوضها في حياتك، بيعرفك تمشي إزاي وبتسلك أنهي طريق وهكذا، وتمشي إزاي في الطريق كمان، ونهاية الطريق ده إيه وبدايته إيه. فسبحان الله كل أي حاجة أي سؤال عاوزه الجأ للقرآن، مش مجرد قراءة بل تفسير وحاجات أعمق من مجرد قراءة بكتير يعني. تهيأ نفسك تعرف أنت مستعد، تعرف أنت مقبل على إيه، أوكي؟ دي التربية النفسية. طبعًا في حاجات أعمق بإذن الله، يعني الواحد يتعمق في العلم ويذكرها ليكم في فيديو آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. تهيئ نفسك تعرف أنت مقبل على إيه. آآ عارف بقى المجرم بيهيأ نفسه إزاي؟ بيسمع الناس المجرمة اللي زيه، فبيشوف هيقلدهم إزاي. هو عارف في هدف عنده عاوز أعمل كذا في الشخص ده، أعرف إزاي أتعامل مع الشخص ده، معرفة، المعرفة بتتطبع هنا في المخ، المخ بيكررها في أفعال يومية في الأفعال اليومية أوكي، فبيشوفها بيكررها فبيشوفها حاجة طبيعية مع إنها غير طبيعية، فأنت عاوز بقى تقدم نفسك على حاجة إيه كويسة وحاجة جميلة وهتنفعك وهتنفع الناس وكل حاجة، تشوف الحاجة دي، تشوفها إزاي؟ تقرأ وتسمع وشوف تبحث وتتعمق في أي حاجة أنت عاوز تعملها، تمام؟ لما تشوف الحاجة الكويسة عقلك هيشوفها هيتطبع بيها هيحاول يعملها في الواقع يعني مثلا أنا لما كل يوم أحاول أعمل حاجة مميزة كل يوم، مثلا ولنقل إن أنا مثلا دي حاجة حقيقية، كنت بفتح رمز تيتا الرمز بتاع موبايل، فتحته كده كذا مرة ورا بعض، فجيت أفتح الموبايل بتاعي كتبت أنهي رمز أحذركم رمز موبايل تيتا، ليه؟ لأن عقلي اتعود على الرمز فبدأ يكرره، تمام؟ في أي حاجة عاوز تربي نفسك عليها شوفها اسمعها، عقلك هيتعود عليها فهيكررها فهيشوفها حاجة طبيعية فهتعملها بعد كده فهتمارسها، أوكي؟ أتمنى الفيديو يكون عجبكم، أتمنى أكون أحسنت في الفيديو كعادتنا بقى، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. أنا من عقاب والسلام عليكم.